تخيل معايا انك ماسك موبايلك لقيت صور صاحبك اللي بياخد تليفونك ويفضل يصور نفسه من وراك، فقررت انك تمسح الصور ديت عشان ما عندكش مساحه، فمسحتها واختفت. بس ده اللي انت فاكره، في الحقيقه الصور ما اختفتش، وده بدليل ان في برامج بتقدر ترجع الصور، وازاي الاف بي اي بيقدروا يرجعوا الصور وبيحلوا جرائم بسبب الصور المحذوفه اللي بيرجعوها. فاللي بيحصل جوه الموبايل اغرب بكتير. في الفيديو ده هقول لك الصور اللي بتمسحها بتروح فين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا معاذ. حقيقي مبسوط جدا من التفاعل على الفيديو بتاع الفراخ، وعموما الفيديوهات التانية. الفيديو اللي بعده جاب 100 مشاهدة، وبالنسبة لي ده رقم كويس، يعني رقم حلو انا مبسوط بيه، وبتاع الفراخ ده مبسوط بيه فشخ. يا ريت كل الفيديوهات توصل للرقم ده. شكرا لتعليقاتكم، شكرا لاي حد كتب كومنت بيقول اصحح فيه حاجه او اعمل فيه حاجه. معظم اللي جالي مشكله الموسيقى والصوت، فده كله اصلا مشكلته بسبب السماعه. انا لو جبت سماعه تانية المشكلتين دول هيتحلوا. كمان قول لي رايك على الفيديو ده وعلى باقي الفيديوهات، ولو القناه عجبتك ما تنساش تعمل متابعه وتعمل لايك للفيديو. تفتكر الصور اللي بتمسحها بتروح فين؟ هل بتتبخر؟ الصوره اصلها ايه اصلا؟ يعني معروف ان انت لما بتمسح حاجه من على ارض الواقع، الحاجة دي يا إما بتتنقل في مكان تاني، يا إما الأرض بتاكلها وبتتحلل. وده نفس اللي بيحصل في الموبايل، بس بطريقة أغرب شوية. في ناس فاكرة إنك أول ما بتمسح الصورة بتختفي للأبد، بس في الحقيقة ده ما حصلش. وفي قضايا كتير اتحلت بسبب إن هم رجعوا الصور اللي الناس كانت فاكرة إن هي ممسوحة. ناس مسحت صور، وناس عملت فورمات، وناس حتى باعت الأجهزة وغيرتها، ومع ذلك فضل في آثار رقمية بتساعد على فهم اللي حصل. طب ازاي لما الصورة بتختفي من قدامنا بيكون ليها أثر بعد الحذف؟ عشان نفهم ده لازم تعرف أصلا الصورة بتتخزن ازاي. اعتبر ذاكرة الموبايل عبارة عن مخزن كبير فيه آلاف الخانات الصغيرة، وكل صورة أو فيديو بتتسجل في مجموعة من الخانات الصغيرة دي. بس طبعا ده حاجة ضخمة وليها طريق، فلازم كل صورة أو فيديو يكون ليها عنوان. زي في المخزن بيكون ليك عنوان انك تروح تجيب حاجة معينة، انت مش هتروح تمشي كده وتدور على اي حاجة وخلاص. فعشان كده بيحتفظ بحاجة شبه الخريطة او الفهرس. الفهرس ده بيقول له عنوان الصورة اللي انت بتدور عليها. ولحد هنا كل حاجة طبيعية. لما بتضغط حذف او ديليت في اغلب الحالات الصورة مش بتتمسح بايت بايت، هو بس بيشيل عنوانها. فعشان كده هي زي ما تقول مشفرة، او التليفون ما بيعرفش يوصل لها لان العنوان مش موجود خلاص، فبالنسبة له مكانها فاضي. بس في الحقيقة هو مش مكانها فاضي. ازاي طالما انت شلت العنوان بس والصورة مكانها موجود اصلا، او الصورة موجودة واقدر استرجعها؟ في المساحة بتتغير او بتقل لما بتمسح الصورة، المفروض انها لسه واخدة مكان. انا هقول لك ازاي. تخيل ان الاستورج بتاعت الموبايل عبارة عن موقف عربيات في 100 عربية مثلا، وكل الاماكن مليانة. انت لما بتحذف الصورة النظام مش بيشيل العربية من مكانها، ما بيشيلش الصورة، بس هو بيكتب في السجل ان المكان ده بقى متاح للاستخدام. بالنسبة للنظام المكان ده فاضي حتى لو العربية نفسها لسه موجودة. فبما ان المكان فاضي او المكان بقى فاضي، العربية الجديدة اللي بتيجي بتتحط مكان القديمة اللي العنوان بتاعها اتمسح او اللي اتقال عليها ان مكانها فاضي. طب العربية القديمة بتروح فين؟ اعتبرها راحت العدم، او اعتبرها اتحللت، او اعتبر العربية الجديدة اللي جت اتحطت فوق القديمة. وده بالظبط اللي بيحصل جوه الموبايل. الصورة الجديدة اللي بتيجي بتتحط فوق الصورة القديمة، وساعتها القديمه بتختفي فعلا. يعني على الموبايل لو مسحت لعبه عشان ما عندكش مساحه، هي ملفات اللعبه لسه موجوده، ولكن انت مش عارف توصل لها. الفولدر بتاع اللعبه مش موجود، خلاص اتمسح. فبقى موجود في الجهاز ان الجهاز ده بقى فاضي، فيقدر يحمل حاجه جديده تتحط مكان اللعبه القديمه. فهمت؟ البرامج بقى بتاعت استرجاع الملفات بتدور في الاماكن اللي النظام شايفها فاضيه، وبتشوف لو البيانات القديمه لسه موجوده ولا لا، ولو موجوده بتجمعها وترجع الملف. وعشان كده ناس كتير كانت بتمسح الصور وترجعها بعدها بدقايق عادي. بس البرامج المتداول عليها اللي احنا بنستخدمها مختلفة تماما عن البرامج الاحترافية. البرامج الاحترافية بتدور على اي ثغرة تبع الصورة تقدر تجيب بيها الصورة، او تجيب بيها اثر الصورة، لان الحاجات دي بتفرق جدا عند الاف بي اي. وبالمناسبة ده المجال اللي انا ناوي ادخله ان شاء الله، يعني اللي هو التحقيق الجنائي في السايبر سيكيورتي. واعمل لكم فيديوهات وانا بتعلمه ان شاء الله خطوة بخطوة، واشارككم حياتي. يعني زي ما قلت ان القناة دي بشارك فيها حياتي وكده، وبحب اجرب اي حاجة عامة، حرفيا كل حاجة. ان شاء الله حياتي هشاركها هنا، فلو مش متابعني تابعني. طب هم ليه بيحتاجوا الثغره الصغيره دي اصلا؟ زي ما قلت لكم انها بتفرق عن الاف بي اي او بتفرق عند الحكومه جدا، لان مجرد حاجه صغيره تبع الصوره او تبع الجريمه تثبت ان الجريمه دي حصلت او تحل قضيه كامله. مش شرط الصوره كامله، هي بتبقى دلائل وبتبقى خيوط بتوصل ببعض. طب هل الصور دي بتبقى موجوده الى ما لا نهايه؟ لا. استخدامك للموبايل بعد ما تمسح الصور بيخلي البيانات القديمه تروح خالص من على الجهاز، حتى الاف بي اي ما تعرفش ترجعها. طب ده بيحصل ازاي؟ زي ما قلت لكم ان الحاجه الجديده بتيجي تتحط فوق الحاجه القديمه، فمجرد اتحطت فوقيها الحاجه القديمه خلاص اتشالت، يعني اتمسحت، اتحللت في الارض. فكل ما تستخدم الموبايل بعد ما تحذف حاجه فرصه الاسترجاع بتقل. ولو عامل جريمه، اديني قلت لك تلحق نفسك ازاي. اشبه لك الموضوع عامل ازاي. شفت السيرش لما تيجي تبحث على حاجه،
فبيبقى موجود في الاول، لما تفضل تبحث 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 بتنزل لتحت 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 لحد ما تختفي خالص، هي مش موجوده. هتقول لي ما هي بتبقى موجوده في الهيستوري بتاعت السيرش، لا لو قعدت فتره كبيره ما تبقاش موجوده لو فضلت تبحث عليها كتير. وده في حد ذاته سلاح ذو حدين، لان انت لو عايز تمسح الصور تستعمل التليفون كتير، ولو مش عايز تمسحها ما تستعملش التليفون كتير. ده سلاح ذو حدين عند الاف بي اي، انما انت في حالتك الحالتين دول المفيدين ليك. فالصور بتضيع لما بتكتب فوقها بيانات او بتحمل فوقها بيانات اكتر من مره، تبدا تستعمل التليفون كتير او الجهاز اللي انت بتستعمله كتير. وخلي بالك وانت بتمسح الصور يبقى امسحها من سله محذوفات عشان ما تنساش فيها وتتورط في حاجه انت عايز تتورط فيها، عن تجربه يعني. طب تعالوا ندخل لمستوى اعمق شويه. هل الفورمات بيمسح الصور فعلا وما بيكونش ليها اثر؟ الاجابه مش دايما، لان في فرق ما بين فورمات وفورمات. في فورمات سريع وفي فورمات كامل. الفورمات السريع معظم الاحيان بيشيل الفهرس بس، وجزء من البيانات بيفضل موجود، واكيد صادفت تجربه زي ديت زمان اول ما التليفونات التاتش طلعت بتاعت سامسونج. اما الفورمات الكامل فبيكون اشبه بمسح حقيقي للبيانات كلها، ما بيكونش فيه اي اثر. بس حتى هنا الموضوع بيعتمد على نوع التخزين، لان مش كل وحدات التخزين زي بعض. حتى لو تلاحظ هتلاقي مساحه الايفون ال 64 جيجا بتساوي مساحه الاندرويد ال 128 جيجا. دي انا ملاحظها، ما اعرفش صح ولا لا يعني. بس زمان اغلب الاجهزه كانت بتستخدم اتش دي دي، دلوقتي احنا بنستخدم اس اس دي. الاتش دي دي ده الهارد اللي هو الضخم ده اللي بيبقى موجود في الكيسات القديمه، الهارد التقليدي اللي فيه اقراص بتلف ده. وفي النوع ده كان الاسترجاع سهل. انما في الاس اس دي الموضوع صعب شويه، لانه بيشتغل بطريقه مختلفه، تشتغل بوظيفه تقنيه اسمها تريم. وظيفه تريم ان تبلغ وحده التخزين ان البيانات دي ملهاش لازمه خلاص، وده بيخلي الاداء اسرع في ان هي تمسح الصور كمان مش العنوان بس ده في المقابل بيقلل فرص الاسترجاع، ودي اعتقد حاجه كويسه يعني، الا لو في حالات معينه. وعشان كده ممكن تلاقي ملف اتمسح من جهاز قديم ورجع بسهوله وتقدر ترجعه باي برنامج عبيط كده من على جوجل. انما في اجهزه تانية ملفات بتتمسح من عليها وما تعرفش ترجعها مهما حصل، هي خلاص كده اتمسحت واتحط فيها حاجه جديده وراحت للعدم. طب تعالوا نعرف لما جهه مختصه او خبير تحليلي بيمسك الموبايل بيعمل ايه، والمعلومه دي هتفيدك لو انت هتدخل نفس المجال اللي انا هدخله. اول حاجه غالبا ما بيشغلش الجهاز الاصلي، لان اي حركه غلط ممكن تغير البيانات، او اي تحميل غلط او اي حركه غلط عامه ممكن تغير البيانات. وزي ما قلت لك ان انت لما بتستعمل الموبايل بعد الحذف البيانات الجديده تيجي تتحط على البيانات القديمه، فالقديمه بيبقى صعب استرجاعها، ممكن ما ترجعهاش اصلا. عشان كده بيتم انشاء نسخه كامله من وحده التخزين، نسخه لكل حاجه، صور، فيديوهات، تطبيقات، اي حاجه، وحتى الاماكن اللي المستخدم فاكر انها فاضيه. بعد كده يبدا يحلل على النسخه مش الاصل، هو كده معاه نسخه اصليه يقدر يسترجعها لو حصل خلل في النسخه اللي هو شغال عليها. ده بيساعده ان هو يحفظ البيانات. بعدها تبدا الادوات المتخصصه ان هي تدور على اي اثر لملفات محذوفه، ومش شرط صوره كامله، ممكن يكون جزء صغير من الصوره او معلومه بسيطه مرتبطه بيه. قلت لكم كل خيط بيوصل لبعض، بتكون كفايه انها تفتح باب كامل او تحل قضيه كامله. طب هم هيعملوا ايه بالجزء الصغير ده؟ في حاجه ناس كتير ما بتعرفهاش، ان الصوره احيانا ما بتكونش مهمه اصلا. بس ايه المهم؟ الصوره وانت بتاخدها بتخزن بيانات او ميتا داتا، دي بيانات بتتخزن مع الملف نفسه، زي وقت التصوير وتاريخ التصوير ونوع الكاميرا واحيانا الموقع الجغرافي. عشان كده في ناس بتتجاب من مجرد صوره. لو شفت فيديوهات الانستا ريلزات اللي بيبقى شخص جاب صوره يبدا يحلل الصوره، يشوف ايه اللي وراه، اللي قدامه، الصوره اتاخدت امتى، فين، على حساب ايه، مش عارف ايه، ويبدا يجيب الشخص ويجيب قرايب الشخص من مجرد يعني جزء من الصوره يكون محل ورا الصوره او حاجه، فاهمني؟ طب في سؤال ناس كتير بتسأله، هل لو كسرت الموبايل هيعرفوا يجيبوا البيانات برضو؟ في الحقيقة بيعتمد على حاجة معينة، ممكن تفرمت الموبايل وتبص تجيب أجله في الآخر برضو الجريمة اللي انت عملتها تكتشف، لأن البيانات بتكون مخزنة على شريحة الذاكرة نفسها، ولو الشريحة سليمة بيقدروا يرجعوا كل حاجة، فانت حاول تبوظ الشريحة بقى. في أغلب الحالات زي ما بنشوف في المسلسلات والأفلام، لو حد عايز يخفي حاجة عملها بيرمي الجهاز بتاعه في البحر، مش بيكسره أو يرميه كده، بيكسره ويرميه في البحر كمان. وده بيخلي نسبة ان الاف بي اي او الشرطة او المتخصصين في الموضوع ده ان هم يلاقوا حاجة ضعيفة جدا. فالشريحة لو سليمة تقدر ترجع منها البيانات حتى لو الجهاز ما بقاش يشتغل. ففي النهاية زر ديليت اللي بتضغط عليه كل يوم عشان تمسح حاجة مش شرط ان هو يمسح الحاجة فعلا، دي مجرد رسالة للنظام بتقول له ان المكان ده بقى متاح ان انت تستخدمه. اما البيانات ممكن تفضل لدقائق وساعات وساعات ايام وساعات اكتر من كده كمان. ففي عالم البيانات في فرق بين ملف محذوف وملف اختفى تماما، لان اللي احنا بنعتبره نهاية ملف ممكن يكون بداية بحث في رحلة طويلة تودي للهلاك. فبس يا سيدي، انت كده عرفت الصور بتروح فين وعرفت الصور ازاي بترجع. وده كان فيديو النهارده، ولو الفيديو عجبك تابعني واعمل لايك وقول لي ايه المشاكل اللي واجهتها في الفيديو، سواء كانت فكره ملخبطه او صوت مش كويس او الوان مش مريحه وهكذا عموما بقى يعني. فبس ده كان فيديو النهارده، السلام عليكم.